ليه ما يرضيش يحضر؟ علشان مستحقات اللعيبه. لا، لو شيكابالا فعلا الكلام ده انت بتسيل شيكابالا، مش بتسيل انا. ليه بقى؟ لان شيكابالا احنا عمالين ندور على $1,450,000 عشان لما سبت النادي بتاع سبورتنج ندفعهم عشان القيد موقوف بسبب الغرامه بتاعتك. ده واحد. اتنين، انت ما قلتش كده، انت قلت انا ابني عيان. نمره ثلاثه، طب ما تطلع لممدوح عباس اللي انت بتحبه جدا، ولما استضافكم في نهايه الدوري اللي في ده اللي قبليه ادى كل لعيبه 100,000 واداك انت 300,000 ورحتوا له مكانه. نمره اربعه، انا اعرف انه اللي بيحب النادي ما يتمردش، ما يلمش اللعيبه ويعمل اضراب الصبح ويقول مش هنزل، وعبد الواحد السيد موجود، وكان تحذير مني واضح على بيسموه ايه، جروب، تمام؟ الساعه 4 اللي مش هيجي التمرين النادي مش عايزه. الكابتن كبير، وخليك في نظرنا كبير، خليك في نظرنا كبير. اللعيبه لها مستحقات، طبعا ليها مستحقات، بس سيف الجزيري او مثلا مسلوسي اللي هم مش مصريين، مش ولاد النادي، اللي اسمهم اتعمل من النادي، هو اللي بيقول للاخ ده اصل انا ما رضيتش احضر حضورك زي ما عدم حضورك، انت بتسيل لنفسك، انت كابتن الفريق وعندنا 100 كابتن بعديك، وانك انت بنفرض عليك تعتزل. لا، اللي هيقول لك تعتزل هذا الرجل، واللي بيلعبك هذا الرجل، ولنا لو انا ليا مزاج ما تلعبش هقول له ما تلعبوش، تمام؟ انما لا هقول له، لان الراجل ده مدير فني محترم جدا، وانت لاعب موهوب، ما تضيعش موهبتك بالكلام ده.